بس الأرضية والسقف محتاج شغل برضو. الأرضية والسقف محتاج شغل. بس دول بالنسبة لي يعني بسم الله، زي ايه كده، أزأزت سوداني كده، مكسرات. فضلوا معايا بسم الله. اوه ماي جاد. مع القهوة بقى يا سلام، قهوة بلاك. طبعا الأرضية والسقف عايزين شغل، لكن بالنسبة لي شغل سهل جدا بالنسبة لي. دول يعني دول مش المشكلة عندي، ولا الحمام. الحمامات اللي انتوا شفتوها في الفيديو دي مش مشكلة عندي. المشكلة اللي عندي الكبيرة اللي هو الحاجات المهمة، الأساس، الهيت. لازم يبقى فيه هيت، احنا في ولاية تلج. ماشي. الهيت والسباكة، المية. فدي أهم مشكلة من كل الكلام التاني ده. الكلام التاني ده كله إن شاء الله أمره سهل يعني. أزأزة الإب بالنسبة لي سوداني. وكمان بالنسبة للأرضية طبعا أنا هسيب الكاربت زي ما هي كده، اللي هي الموكيت، هسيبه زي ما هو لحد ما اخلص كل حاجه خالص، واروح مخلص يعني البياض وكل حاجه، عشان ياخد البويه. وبعد كده اروح شايل امه، واروح بقى ايه، شايف من تحت بقى هل في بعض المولد، لان طبعا اكيد احتمال كبير جدا هيبقى فيه شويه مولد كده عشان كان في ميه. ماشي. هحاول اعالجها، وبعد كده ان شاء الله نحط الموكيت الجديد، او نخلي الخشب اللي تحت، لان ده خشب على فكرة تحت. ف بس ممكن اروح حاطط كاربت احسن تاني. كبر دماغك يا عميد. بس كده يعني. بس اهم حاجة طبعا انا زي ما قلت لكم بتكلم مع الشركات اللي هي بتاعت الاتش باك، لان انا مش هشغل السيستم بتاع البويلر تاني. انا هتجه للاتش باك. طبعا في شركات ادتني سعر عالي، لان عشان تعمل اتش باك لازم تعمل حاجات كتير جدا بقى، لازم تكسر وتعمل حاجات لان مش زي البويلر يعني. ففي شركات ادتني سعر عالي، وفي شركات يعني اوطى، وفي اوطى. انا طبعا بتكلم مع ناس، لو لقيت الدنيا هتهرب مني زي ما قلت لكم انا هشغل السيستم بتاع البويلر تاني، وانا اللي هعمله بايدي، لان انا زي ما قلت لكم معايا رخصة بويلر. ماشي. فانا هشوف مديهم كام يوم كده لحد ما كل الشركات تديني